البيان الختامي أكد فيما يخص القضية الفلسطينية على الدور الأساسي اللي كتقوم به لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس نصره الله من دعم للمقدسيين ومن دعم لأن تستمر القدس كما كانت دائما مجالا مفتوح لكل الديانات. البيان الختامي أكد كذلك على أهمية نداء القدس اللي وقعوا جلالة الملك والبابا فرانسيس أثناء زيارته إلى المغرب في شهر مارس الأخير، واللي اعتبر وثيقة مرجعية فيما يتعلق بالحفاظ على هوية القدس، وفيما يتعلق كذلك من أن تبقى القدس دائما مدينة مفتوحة لكل الديانات. كان أشار إلى هذا التهديد الإيراني، وكان المغرب من نفسه عانى منه، ومن هنا جات رسالة التضامن اللي بعثها جلالة الملك إلى خادم الحرمين الشريفين، واللي أكد فيها على أن التضامن المغربي المطلق مع المملكة العربية السعودية فيما يهدد أمنها واستقرارها، وكذلك أن المغرب يرفض أي مس بأمن دول الخليج وبخصوص أمن المملكة العربية السعودية، على اعتبار بأن أمن هذه المنطقة هو جزء مهم من الأمن القومي العربي، وبالتالي فهو كيعني المغرب كذلك مباشرة. معالي الأمين العام، السيدات والسادة، دأبت أمتنا العربية والإسلامية أن تتجند كل ما طرأ مستجد يحمل في طياته أذى بالمسجد الأقصى، أو تهديدا للقدس الشريف، أو انتهاكا لوضعها القانوني كما حددته قرارات هيئة الأمم المتحدة. وهنا أستحضر الظرفية المؤلمة التي أدت إلى إنشاء منظمة التعاون الإسلامي في مدينة الرباط بتاريخ 25 سبتمبر 1969، والقمم العربية وغيرها من المؤتمرات التي تعبأ فيها الجميع لنصرة القضية الفلسطينية العادلة وحماية القدس الشريف. ويلتئم اجتماعنا اليوم في ظروف مماثلة من حيث خطورتها، تستلزم مواصلة هذا النهج النبيل وتلكم الروح التضامنية للإبقاء على القدس، مهد الديانات السماوية ورمز التعايش بين الثقافات. فالقرار الأمريكي يعد بحق تحولا خطيرا في الوضع السياسي والقانوني لهذه المدينة المقدسة، وتجاوزا مرفوضا لنتائج المفاوضات السلام التي جعلت ملف القدس من قضايا الوضع النهائي في إطار حل الدولتين. كما أن هذا القرار الذي يتناقض في جوهره مع ما دأبت عليه الإدارات الأمريكية السابقة من مراعاة لخصوصية المدينة المقدسة، من شأنه أن يعطي ذريعة أخرى للسلطات الإسرائيلية للمضي قدما في سياسة التهويد الممنهج للمدينة المقدسة وطمس معالمها الدينية والروحية، وأن يقوض ما تبقى من فرص السلام، بل يجر المنطقة برمتها إلى مزيد من التوتر والاحتقان وتأجيج مشاعر الإحباط والغضب وتغذية كل أشكال العنف والتطرف. ومن هذا المنطلق عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه القاطع لهذا القرار الخطير، وطالب المجموعة الدولية بتحمل مسؤوليتها كاملة في الحفاظ على الوضع القانوني والسياسي للقدس، وتفادي كل ما من شأنه تأجيج الصراعات والمس باستقرار المنطقة الهش أصلا في ظل الاضطرابات التي أصبحت تعيش على وقعها عدد من الدول العربية. كما عبر جلالته تضامنه المطلق مع القيادة والشعب الفلسطيني واستنكاره لكل ما من شأنه المساس بالخصوصية الدينية والوضع القانوني للقدس الشريف، والتنسيق مع الطرف الفلسطيني والأطراف العربية والإسلامية الأخرى لمواجهة هذا القرار الغير مقبول. فإذا كان المجتمع الدولي برمته ومن ضمنه الولايات المتحدة تتعبأ بجدية وحزم للقضاء على الإرهاب، وإذا كان المنتدب الدولي يعترف بأن التأخر الغير الطبيعي في التسوية العادلة للقضية الفلسطينية من بين الأسباب الأساسية التي تولد التوتر في المنطقة العربية، فكيف يعقل أن يعبث بالوضع القانوني للقدس وهي صلب القضية الفلسطينية، والمساس بها يعني الخدش في الجذور والعقيدة؟ ألن يعطي ذلك ذريعة لقوى التطرف والإرهاب
لحشد الأتباع وتبرير أعمالهم الإجرامية. ألن ينتقل بذلك إلى صراع ديني مجهول المعالم. أصحاب المعالي والسمو، السيدات والسادة، إننا اليوم أمام هذا التطور السلبي والاستثنائي الخطير مطالبون أكثر من أي وقت مضى أن نتحمل مسؤولياتنا بكل حزم ونعبئ طاقاتنا بشكل فاعل وعملي لمواجهة هذا التحدي بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الدفاع عن مدينة القدس والحفاظ عن وضعها القانوني والسياسي كمدينة للسلام مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث ورمزا للتعايش والتسامح بينها. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لمعرفة عدد المسلمين في هذا الفيديو. إذا كنت مسلما ادعمنا بالإعجاب لنعرف عدد المسلمين في هذا المقطع. ولا تنسى أن تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لكم على المتابعة. إذا أتممت هذا الفيديو فصل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تنسى دعم القناة بزر لايك والاشتراك في القناة لكي يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.